دروس رمضانيه. طبعا يا شيخ محمد عشان ما نطولش على الناس، تمام، معانا اول سؤال، والسؤال ده هيبقى ايه؟ سؤال في الحلقه فقط لا غير. تمام. يسأل احدهم هل المني او المزي او الودي يفطر او يفسد الصيام؟ تمام. وما الفرق بينهم؟ تمام. عشان في ناس ما تعرفش الفرق اصلا يعني. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضراتكم متعودين، وحدوا الله وصلوا على سيدنا النبي والسلام. طبعا المني يفطر، اللي هي الشهوة بتدفق، ده يفطر، وكما قال جمهور أهل العلم والأصل إن هو قضاء يوم مطرح يوم، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يستغفر الله، وأن يتقي الله عز وجل. ويعني تخيل ان انت لو بتعمل حاجه زي كده ومت، سيدنا النبي قال لك يبعث المرء على ما مات عليه، فيجب عليك ان انت تتقي الله عز وجل. وربنا قال لك يعني ان انت تعظم شعائر الله عز وجل، فانها من تقوى القلوب. صليت على الرسول. طب الحاجه الثانيه بالنسبه للودي او المزي، ده لا يبطل الصيام. حتى جالي سؤال بعد صلاه التراويح، في اخ بيسالني بيقول لي يا شيخ انا النهارده كنت بعمل حمام بول، وبعد حمام البول نزل نقطتين بيض، فقمت استحميت. تمام. فطبعا ده لا يجوز فيه الغسل، اخدت بالك؟ يجوز فيه الاستنجاء فقط. نزل نقطتين بيض او حاجه زي كده بعد البول، ده لا يجوز. ان انت يعني عادي الاستحمام ده شيء كويس وطيب، انما الاصل ان انت تتوضا وضوءك للصلاه ومفيش اي حاجه ان شاء الله. يبقى الودي زي ما احنا قلنا. المزي اللي هو مثلا إثارة أو حاجة زي كده، نزل نقطة نقطتين، هذا أيضا لا يفسد الصيام، ولكن نبتعد عن الإثارة ونبتعد عن أي شيء يغضب الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. يبقى المني يبطل الصيام، يجوز فيه الغسل ويجوز فيه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل. المزي والوادي لا يبطلان الصيام، ولا يجوز لهما الغسل الوضوء، وهذا الراجح والله أعلم. تمام. جزاك الله خير. وجزاك الشيخ. السؤال التالي يا سيدنا، مركز معايا؟ مركز يا مولاي. سأله شخص ما يعني. نعم. رجل جامع زوجته أثناء نهار رمضان، ما حكم الدين في ذلك؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح البخاري، حديث أبي هريرة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل إلى النبي، والنبي جلس مع الصحابة الكرام، فقال له هلكت يا رسول الله، وفي رواية ثانية احترقت يا رسول الله. فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال له ما لك؟ قال يا رسول الله وقعت على زوجتي في نهار رمضان، يعني جمعت زوجتي في نهار رمضان. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أعندك رقبة تعتقها؟ قال والله لا أملك غير رقبات يا رسول الله. ضرب على رقبته. قال له النبي ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام إذن عليك أن تصوم، أتستطيع أن تصوم 60 يوما؟ طبعا لا. قال له 60 يوما؟ ده من يوم واحد وقعت. 60 يوما لا يا رسول الله. قال إذن عليك أن تطعم 60 مسكينا. زي ما احنا بنقول بالبلدي بتاعنا، العين بصيرة والإيد قصيرة وما فيش يا رسول الله. فقال له الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام اجلس. فجلس الرجل، فدخل صحابي على سيدنا والسلام وهم قاعدين، فجاء بمكتل أو بمقطف فيه تمر، فأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أريد أن أتصدق بهذا. فسيدنا النبي خد منه هذا التمر، ثم قال أين السائل الذي كان هنا من قليل؟ فقال أنا هنا يا رسول الله. فجه الرجل، فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا وتصدق به على الفقراء. فقال يا رسول الله وهل يوجد أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به على ايه؟ على اهلك. وديت حاجه خاصه بهذا الصحابي. يعني الاصل في الموضوع من جامع زوجته اثناء نهار رمضان في 3 احكام بعد ما توحد العلام سبحانه وتعالى. اول حاجه عتق رقبه، واحنا ما فيش عبيد دلوقتي. اول حاجه عتق رقبه. 2 تصوم شهرين متتابعين. 3 الحاجة الثالثة ان انت بتطعم 60 مسكين. صليت على الرسول؟ طيب هل الاحكام هنا على الترتيب ولا على التخيير؟ قال لك على الترتيب، ما تختارش على كيفك. بالترتيب. يعني عندك رقبة، عندك عبد تعتقه لوجه الله، ما عندكش عبد يبقى تخش على الثانية صيام 60 يوم، لازم تصوم 60 يوم. تمام. جبت اليوم ال 58 وفطرت، تجيب من الاول. مين يستطيع يا جماعة؟ طبعا لا. تمام؟ طيب صحتك تعبان ماديا او مريض، تعبان جسمانيا او انت مريض، يبقى هتخش على الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ اطعام 60 مسكين، ودي الحاجه الثالثه. بعض العلماء قالوا لو الزوجه نفس الكلام راضيه باللي زوجها بيعمله، تمام، والزوجه غاويه
ماشي. القصه ولا ديت إيه؟ لها حكم الراجل بالظبط، الثلاث احكام. طب لو الزوجه مرغمه وغصب عنها، تمام. لها قضاء يوم مطرح يوم يوم، بيوم. يوم بيوم. هذا والله عز وجل اعلى واعلم. تمام.